السلام عليكم. جيت لكم بقى النهارده بوصفة البطاطس اللي الكل كان مستنيها. بجد كانت طعمها تحفة وسهلة جدا، والصوص بتاعها كان طعمه تحفة. انا جبت هنا حوالي 5 بطاطسات، قطعتهم بسمك البطاطس الصينية العادية، يعني ما يكونش تخين ولا رفيع قوي، انا عايزاه وسط عشان خاطر تشرب من التوابل. بجد هتعجبكم جدا، جربوها بالطريقة دي. بعد ما قطعت الكمية كلها اللي عندي، جبت وok كده حطيت فيه البطاطس او صينية اللي عندكم. بعد كده جبت كوباية مية دافية، حطيت فيها مرقة، وحطيت فيها حوالي معلقة كبيرة من البابريكا، وحطيت عليها توم باودر وبصل باودر. ممكن تحطوا شطة، انا ما حطيتش صراحة عشان كنت عاملة جنبيها الفراخ المشطشطة. وحطيت عليها شوية فلفل اسود، وقلبتهم لغاية ما دابت معايا المرقة. بعد كده حطيت البطاطس على النار، وحطيت عليها المية اللي انا عملتها معاكم دي، وقلبتها تقلبتين، وعليت عليها النار وغطيت الغطا. وبعدين جبت طماطمتين قطعتهم مكعبات كده، وجبت برضو قرن فلفل حامي، اخدت نصه بس عشان كان حامي وانا كنت عاملة جنبيها الفراخ المشطشطة، فما رضيتش اخلي يعني الاكل كله حامي. ممكن على حسب الكمية، يعني لو عملتوا كمية أكبر برضو كتروا في كمية الخضار. وبعد كده بعد ما وصلت معايا البطاطس لمرحلة الغليان، اللي هي المية غلت شوية، وحسيت التوابل بدأت تتجانس شوية مع البطاطس، نزلت عليها بالخضار اللي احنا عملناه ده. ولو في عندكم جزر برضو ممكن تبشروه وتحطوه عليها، بس انا ما بحبش طعم الجزر صراحة في البطاطس. وبعد كده حطيت عليها توابل، البطاطس دي جميلة جدا، تدي نكهة وطعم جميل جدا البطاطس. وانا حسيت ليها عايزة شوية ملح، حطيت عليها رشة ملح بسيطة. بعد كده قلبتها تقلبتين لغاية ما استوت معايا، بقت بالشكل دوت. واول ما تستوي معايا وتبقى بالشكل ده، خلاص حسيت اللي هي البطاطس استوت معايا خالص. بجيب معلقة سمنة كبيرة او زبدة واحطها عليها، وبص كانت بتقطع معايا بكل سهولة، والتوابل كانت فيها، بجد كانت طعمها جميل جدا. وبكده ابقى خلصت معاكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة، اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.